بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. مش عارفة بقى بجد اقول لكم ايه على اللي بيحصل لنا في السقعة دي الايام دي بجد. اللي هو ايه، جوع اخر الليل. انا وابني بقى قررنا ان احنا ندخل المطبخ بالليل ونعمل اكل، يعني جوعنا فجأة. وطبعا كلنا في الشتاء بنجوع، وجوع اخر الليل ده عامل لنا ازمة كبيرة يعني. فقررنا نعمل ايه بقى؟ قررنا نعمل بيتزا. قمت عجنت العجينة العادية اللي احنا بنعملها، بس عجنتها المرة دي باللبن مش بالمية. قلت عشان يعني الولاد وأعللهم قيمتها الغذائية شوية. وطلعت بقى حبة فلفل من اللي احنا كنا مخزنينه مع بعض و... آه، وطبق صدق شوحته كده مع البصل. وعملت شوية الصلصة اللي احنا بنعملها كل مرة، اللي هي بصل وتوم وكام طماطمية قطعتهم وعليهم كوباية مية وحطيتهم على النار علشان يعني يستووا. وبعدين ضربتهم بالهاند بلندر كده او في الخلاط، ممكن تعمليهم في الخلاط. وقلت بقى ايه، يلا نعمل بيتزا مع بعض. عملت صينيتين كبار، دول اخدوا تقريبا نص كيلو دقيق، عليه نص كيس خميرة او معلقة صغيرة يعني خميرة. وبحط كمان نص معلقة بيكنج باودر عشان تديها نفشة شوية كده، وتخلي العجينة كمان تبقى طرية. وعجنتها المرة دي باللبن مش بالمية. وقلت، وموسى بقى كان صاحي وقعد يقول لي يا ماما انا ايه لازم اساعدك بقى وادخل معاكي المطبخ اعمل معاكي البيتزا. قلت له يلا بينا. كان مالك نايم، وقلت له يلا بينا يا موسى نعمل البيتزا مع بعض انا وانت. طلعنا كيس موتزاريلا بقى وقلنا ايه، يلا بقى نسمي الله ونبتدي كده نعملهم. ومش عارفة يا جماعة بجد، قولوا لي ايه الحل في الشتاء ده، في الساعة دي نعمل ايه في كتر الاكل ده؟ بنطلع من الشتاء زايدين 5 6 10 كيلو. وبعدين نفضل بقى نحارب في الصيف ان احنا ازاي ننزلهم. فأزمة كبيرة، وربنا يا رب كده يعديها على خير ان شاء الله. وموضوع الشتاء دوت والاكل بتاع بالليل ده ايه ينتهي على خير. فردت الصينية بتاعتي وانا متعودة ان انا افردها واسيبها شوية كمان تخمر زيادة. يعني انا ايه، في الشتاء بقى بعجنها طبعا بمية سخنة. يعني اللبن انا عجنته باللبن المرة دي، فدفيت اللبن محطتوش من التلاجة كده. وكمان باروح مولعة الفرن شوية وطفياه يدفى يعني، واحط فيه العجينة عشان تخمر. وبعد ما بفردها في الصينية كده بسيبها شوية كمان عشان ترتاح وتفرد اكتر في الصينية يعني. دي بقى بتاعت موسى، انا قلت ايه هصلحها وبعدين نرجع بقى نعمل المكونات مع بعض. وهو صمم يفضل واقف معايا في المطبخ، كان بينام. فاول ما قلت له يلا بينا راح قايل لي قام وصحصح بقى ويلا يا ماما انا هعمل معاكي. وبصراحة ما بحبش ان انا ازعله، يعني بخليه يحاول ولازم يتعلم. وربنا يبارك في ولادنا كلهم كده يا رب، لازم نخليهم يجربوا الحاجة عشان يتعلموا. يعني ما نطلبش منهم ان هم يبقوا مولودين كده عارفين كل حاجة وما يغلطوش. يعني بجد الكلمة دي بتضايقني انا لما ساعات بقولها، ان هو انا ما ينفعش تعمل حاجة غلط. ان احنا كمان يعني طول عمرنا احنا متولدناش مش عارفين الصح من الغلط يعني، فبنتعلم. فنسيبهم يحاولوا يجربوا يتعلموا لوحدهم، علشان يقدروا بعد كده يبقوا ليهم شخصية مستقلة بذاتهم، ويعرفوا هم كمان ايه الغلط من الصح، وهم اللي يحكموا. مش احنا دايما اللي نفضل نوجههم ونعلمهم ازاي يعيشوا يعني. لا، خليهم هم يجربوا يتعلموا الصح من الغلط بنفسهم. والتجربة هي بجد اللي بتخلي الواحد ما ينساش ابدا الغلط، ويبقى دايما فاكره. هنا انا بقى اللي كنت غلطت ونسيت احط ملح على الصلصة، فشلتها تاني من على البيتزا وقلت ايه اظبط الملح بتاعها وبعدين نرجع نحطها تاني. انا بحب الصلصة بقى بتاعت البيتزا تبقى كتير. يعني انا كنت عاملة صينيتين وعاملة كمية صلصة كبيرة عشان بحبها تبقى مغطية العجين بتاعي كله. هو بيحاول بقى ان هو يفرد كده. دعوة حلوة من قلبكم بقى كده، ولايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مغامرات بقى أولادي معايا في المطبخ. ولو عجبكم بقى شغل موسى النهاردة كده تحطوا له لايك، ما تنسوش اللايك.
ودعوة حلوة كده منكم إن ربنا يبارك لي فيه يا رب، ويجعلهم من الصالحين، ويجعلهم من حفظة الكتاب الكريم يا رب، ويبارك لي فيهم، ويديني الصحة ويقويني إني أعرف أربيهم وأطلعهم كده آم، رجالة صالحين برين بيا وبأبوهم. و يعني أحاول على قد ما أقدر إني أخليهم يطلعوا يفتخروا بنفسهم، ويطلعوا كل واحد فيهم ليه شخصيته المستقلة، ويطلعوا كده برين بيا وبأبوهم يا رب، ويجعلهم من الصالحين يا رب، من مقيمي الصلاة وحافظة كتاب الله الكريم. اللهم أمين يا رب. ويبارك في أولادنا كلنا يا رب كده، ويجعلهم أحسن مننا دايما يا رب. خلصنا بقى الصلصة أنا وموسى كده، وبعدين حطيت الصدق. هو طبعا هنا خاف يلغوص ايده في الصدق، فما محبش ان هو يحط يعني. ونقدر بقى البيتزا بتاعتنا زي ما قلت لكم، لما بنكون بنعمل ايه شوية عصاج نشيل منهم معلقة، هنعمل بانيه نشيل منهم حتة، آه كده يعني. اي حاجة بنعمل منها كده نشيل منها على جنب، هنلاقي نفسنا عاملين صينيتين بيتزا محترمين في الاخر ببواقي الحاجات اللي عندنا من الاكلات اللي فاتت. مش عارف. قول. مش عارف. اعملوا لايك للفيديو. اهو اعملوا لايك للفيديو، سمعت موسى بيقول لكم اعملوا لايك للفيديو. هو هنا كان بيشرح بقى ازاي نعمل البيتزا يعني، ونضيف المكونات ازاي، بس طبعا كان الصوت مش مظبوط فمعرفتش هحطه على الفيديو. وبعدين هنا بقى زودنا الفلفل اللي كنا مخزنينه مع بعض. آه عايزه اقول لكم بقى نصيحه بجد، ان لما نيجي نشتري الفلفل اللي هنخزنه نحاول نجيبه اللي هو بيبقى خفيف، يعني بتبقى الفلفلاية نفسها مش تقيلة، مش التخينة، يعني مش القشرة بتاعتها تخينة، عشان ده بينزل مية لما بنخزنه في الفريزر. ونحاول لما نطلعه ما نسيبوش ان هو يفك بره. يعني احنا لو خزنا اللي هو اللي انا بقول لكم عليه الفلفل التقيل ده او اللي بتبقى تخينة كده، نحاول ان احنا اول ما نطلعه من الفريزر نحطه على طول على الاكل اللي احنا هنعمله، ما نسيبهوش لحد لما يفك عشان بينزل مية كتير. وبعدين خلصنا بقى وهنحط الموتزاريلا. دي موتزاريلا انا اول مره استعملها بصراحه النوع ده، وما حبيتهوش لانه ما مسحش خالص في النار، يعني حسيت ان هو عامل زي الشمع كده، مش حلو خالص بصراحه. يعني انا بحب بتاعه فتح الله، الموتزاريلا بتاعه فتح الله حلوه قوي، اللي هم بيعملوها اللي هو فتح الله بيعملها، النوع بتاعها حلو، هي غاليه شويه بس نوعها حلو بصراحه، من الانواع اللي جربتها وعجبتني جدا. وفي نوع تاني اسمه باندا، بس انا ما مش بلاقيه كتير، يعني نادرا ما بلاقيه في السوبر ماركت. وهنا بقى انا كنت مولعه الفرن بتاعي عشان يسخن، وعشان احط فيه البيتزا، بحطها على الشبكه من فوق تستوي. واول لما اشوف ان القاعده بتاعتها استوت اخدت لون كده خفيف، بروح جايه مطلعاها على الشوايه من فوق. وفي اوقات كنت بحب احط الصلصه بس وبعدين ادخلها تاخد نص سوا، وبعدين اطلع احط المكونات بتاعتي لو مستوية يعني. بس أنا هنا حبيت أسوي الصدق شوية زيادة مع البيتزا، فعشان كده حطيت المكونات كلها مع بعض. خلصنا بقى وهنحطها في الفرن. وهنا موسى كان بيقول لكم بقى ايه، ما تنسوش تحطوا لايك. بس كان بياخد مني كلمة كلمة. هنحط بقى البيتزا في الفرن ونرجع نعمل التانية. وهنا طلع ده كوكو بيعمل هالك، فطلعنا بقى البيتزا من الفرن، وموسى صمم برضو ان هو يقطعها. دي سكينة، انا ما تخافوش يعني، انا مش عاطيله السكينة كده اي حاجة، لا دي سكينة عندي باردة. وصحينا البيت كله بقى، وجبنا فيلم حلو كده عائلي، وقعدنا وسهرة حلوة. ويا رب ما يحرمكم من دفى بيوتكم ابدا يا رب، ولا من لمة حبايبكم حواليكم، ويجعل دايما بيوتنا عمرانة بالدفى والحب والخير والسعادة والهنا يا رب. ونفضل كده ملمومين طول عمرنا على ايه، أكلة حلوة وبطانية وفيلم كده يلم العيلة كلها، ونقعد نستمتع مع بعض، وما يحرمنا أبدا من لمتنا يا رب، ويبارك لكم كده. وما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.